الحمد لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيك. وبإذن الله حديث حلقتنا في هذا اليوم عن موضوع القدر خيره وشره، وكيف يكون دور الصبر والشكر متصل اتصال تام بموضوع القدر. بداية شيخنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا دليل على عظم الإيمان بالقدر. بداية، كيف ممكن أن نبين فرضية القدر أو فرضية الإيمان بالقدر شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع القدر من أركان الإيمان كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، إيمان تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه من أركان الإيمان، ولا يعد الإنسان مؤمنا مسلما لله سبحانه وتعالى إلا إذا آمن بالقدر. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر له علاقة عموما بتوحيد الله سبحانه وتعالى وفي أنواعه الثلاث، يعني التوحيد بأنواعه الثلاث له صلة مباشرة بالقدر. له صلة بالربوبية من حيث التدبير والتسخير والخلق والتكوين، هذه القضية كلها لها علاقة بالقدر. أو القدر له علاقة بهذه الصفة اللي هي بتوحيد الله في ربوبيته. فمن شكك في قدر الله سبحانه وتعالى كأنما شكك في ربوبيته من هذه الزاوية. كذلك القدر له علاقة بأسماء الله وصفاته، فنحن نؤمن أن الله من أسمائه العليم، نؤمن من أسمائه الخالق والقدير وغير ذلك من الأسماء. وكذلك نؤمن بصفاته سبحانه وتعالى، نؤمن بأن من صفة يتصف الله بالعلم ويتصف بالقدرة ويتصف بالسمع، هذه صفات لله سبحانه وتعالى، كما أنها أسماء أيضا في ذات الوقت كما بينا في الحلقة الماضية. فتلاحظ القدر له تعلق بهذا الجانب، له تعلق بالقدرة وله تعلق بالعلم. فعندما يؤمن الإنسان بقدر الله الذي لم يكن موجودا أصلا، يؤمن بذلك لأن الله سبحانه وتعالى كما سأبين إن شاء الله موضوع القدر له علاقة بالعلم. فالذي يشكك في القدر يشكك في علم الله، ويشكك في إرادته ومشيئته، ويشكك في قدرته. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظ كيف أنه ربط الخالقية بموضوع القدرة والعلم. فأنك عندما تؤمن بأن الله خالق لابد أن يكون عندك إيمان مسبق أنه الله قادر، ولو لم يكن قادرا لما رأينا هذه المخلوقات. والله عالم، لو لم يكن الله عالما أو عليما لما رأينا هذه الدقة المتناهية، وهكذا. فتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى لها علاقة بموضوع القدر. الجانب الثالث وهو موضوع الألوهية، موضوع ألوهية الله سبحانه وتعالى أيضا له صلة بموضوع القدر، لأن القدر نحن كما إن شاء الله سيأتي في التفصيل نريد أن نقول بأن والله عليك أن تؤمن بأن كل شيء في هذا الوجود
بقدر الله. كل شيء في هذا الوجود بقدر الله. الله. وفي نفس الوقت أنت مكلف بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولك مشيئة واختيار. لك مشيئة واختيار مع القدر. نعم، مع هيمنة أقدار الله على الكون كله، لكن لك إيه؟ لك اختيار. مساحة من طيب. فمثلا حتى تتضح الصورة، الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تركيبتهم هكذا. ما جعل لهم مشيئة أن يعصوا إيه؟ يعصوا الله. يعصوا الله سبحانه. فهم السيستم بتاعهم إيه؟ عبادة فقط. عبادة فقط. في مثلا مخلوقات عالم الطبيعة، السيستم النظام الذي بني عليه وسنة الله فيه أنه يجري بأقدار الله. يعني كل منظومة وضعها الله كقانون في الطبيعة لا مجال لأن تخالف الله في هذه المنظومة في أي أمر. هي مسخرة، فهي عبادته عبادة تسخير. الإنسان عبادته عبادة تكليف، والتكليف مرتبط بإيه؟ بأن الله له حرية وله اختيار. له حرية وله اختيار، لكن عليه أن لا يتصور بأن حريته واختياره خارج عن إيه؟ عن سلطان الله وكونه وإرادته. وهل يأبق الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسماء؟ يعني أنت في نهاية المطاف كل ما تقوم به ضمن إيه؟ ضمن قانون الخلق، ضمن قانون إيه؟ قانون الخلق. فلا تستطيع أن تفعل فعلا أو تمتنع عن أمر إلا بقانون، القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا طبعا تشكل على الناس، يمكن إن شاء الله سنأتي إلى الإشكالات التي ترد على الناس في هذا الموضوع. لكن نحن خلينا في البداية نؤكد أن موضوع القدر هو أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم بكل شيء قبل أن يكون. علم بكل شيء قبل أن يكون، فلم يطرأ لله علم بعد أن كان. فلم يطرأ، ما في شيء طرأ لله كعلم جديد. الله كلي العلم، وعندما نقول كلي العلم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، مش كده؟ يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. فالله يعلم كل ذلك، محيط بكل شيء. محيط بكل شيء. هذه الجزئية الأولى في القدر، الجزئية الأولى، أو يمكن أن نعتبرها المرتبة الأولى في القدر. أنك أنت تؤمن بأن الله عليم. فالله عز وجل ضمن علمه قال للقلم اكتب، وسيكتب بعلمه. القلم مخلوق من مخلوقات الله، لكن الذي سيوحي إليه بالعلم الذي سيكتبه من هو الله. فأنت في موضوع القدر تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى، وده أهم صفة، لأن من ينكر هذه يكفر. يعني من يقول أن الله لا يعلم نفى معلوم من الدين بالضرورة. صحيح، مش كده؟ نفى ما هو معلوم من الدين بالطيب. فالله عز وجل عليم، هذه النقطة الأولى في القدر. نؤمن أن الله هذا العلم الذي أراده بالمخلوقات كتبه حتى قيام الساعة. قال للقلم قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، ب50,000 سنة قال للقلم اكتب. قال وما أكتب يا ربي؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. كل شيء مكتوب، وكل شيء في الخلق كله مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب، إذن هنا نقول أن الله ما جد له، يعني الله عز وجل ليس هنالك حجب في الغيب تحجبه فيما يتعلق بعلمه، فهو يرى كل شيء، وهو علام الغيوب، يقذف بالغيب علام الغيوب. كما يقال أن الشخص يرمي بنظرية متقدمة جدا، يقال هذا شخص عبقري، مش كده؟ صحيح. لكن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق الذي يعلم الغيب القادم، فهو عليم وعالم بما هو قادم، ثم كتب ذلك. إذن هذه النقطة إيه؟ الثانية في القدر، أو المرتبة الثانية في القدر. نؤمن أن الله عليم، نؤمن أن الله كتب هذه الأقدار في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. الأحاديث كلها تشير أن الله كتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. ما بعد قيام الساعة ده منظومة جديدة الآن. في نقطة الآن شيخنا. نعم. موضوع كتابة الأقدار الجارية إلى قيام الساعة. نعم. في أحاديث وردت أنه من فعل كذا يتغير له كذا، أو بأي فعل من الأفعال. برضو هذه الأشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ. سنأتيها، بس خلينا هسه عشان ما نلخبط. يعني نحن الآن سآتي للأقدار في إطار الأقدار الحتمية والأقدار المسببة والمعلقة.
فأقدار الله نقطة فيها مهمة أنواع، هذه. أي فيها أقدار كما تفضلت، في أقدار الله سبحانه وتعالى جعلها لك مسببة، فإذا أتيت بالأسباب وضعها لك، ما أتيت بالأسباب تجري عليك الأقدار الحتمية التي هي سارية في سارية. الخلق، دي حنجيها. لكن الآن نحن كتبت الأقدار. وفي حتة مهمة جدا لا بد أيضا حتى لا أفوتها، هو أن نؤمن أن القدر سر الوجود. مهما فكرت لن تملك هذا السر، فالله وحده الذي يملكه. ببساطة شديدة جدا الله سبحانه وتعالى ربط منظومة الأقدار كلها عنده. زي ما سألت الآن سؤال، هو كاتب لك أشياء وما وراك لها، وهذه الأشياء الكاتبها جزء منها مطلق وجزء منها مقيد، صحيح. جزء منها بأسباب، جزء منها بلا أسباب، صحيح. جزء منها يريده هو، جزء منها يريده منك لتفعله. صحيح. هذه المنظومة خفية ما في حد يعرفها، ما في حد يعرفها، لكن خلينا نحن في الكليات الآن. لكنها تريحك لما تؤمن بالتسليم المطلق، إنه والله لن أعرف كل التفاصيل في الأقدار، لن أعرف كل التفاصيل في الأقدار. طيب كتبها الله سبحانه وتعالى، هذه الجزئية الثانية، حتى يصح إيمانك بالقدر. يعني الآن الذي يشاهدنا الآن يقول والله أنا كيف أؤمن بأقدار الله؟ نقول له دي الخطوات. الخطوة الأولى هذا الأسس، أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء. الله بكل شيء إيه؟ عليم. عليم، لا يغيب عنه شيء، مش كده؟ طيب أنت قد يغيب عنك شيء ولكن الله لا يغيب عنه شيء. طيب النقطة الثانية أن الله كتب كل شيء إلى قيام الساعة، فالمنظومة الكونية لا تسير عشوائية، لا تسير إيه؟ عشوائية. النقطة الثالثة في الأقدار المشيئة والإرادة. المشيئة والإرادة بمعنى إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى قلنا عليم، وأن الله عز وجل كتب الأقدار، حتى لا يتصور بعض الناس بأن الله سبحانه وتعالى كتب الأمور ووضع كل القضايا، كما بعض الجهلاء للأسف يتصوروا بأن الله وضعها في CD والكون بعد كده ما عليه إيه؟ لا، الله لا زال مريدا له مشيئة، كتب وعلم، مش كده؟ ولكن نؤمن أيضا أن الله يجري كل هذه الأشياء بمشيئته وإرادته، تجري ما كتب وما علم به يجري كذلك بمشيئته إيه؟ وإرادته. باختصار الله عز وجل كتب شيء في اللوح المحفوظ ووضعه عنده، ثم في إطار منظومة الأقدار، في إطار منظومة الأقدار الجارية التي فيها صعود وفيها نزول وفيها أفعال العباد وفيها الدعاء وفيها التضرع، في هذه التفاعلية يسري وفق مشيئته، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده إيه؟ أم الكتاب. ففي مشيئة في الوسط، أن الله سبحانه وتعالى لا يقع في الكون ما لا يريد. يعني لا أحد يجبره على إيه؟ على فعل شيء، على إنه والله أنا فعلت شيء في ملكه وهو لا يريده. للأسف طبعا دي ستأتينا في الذين ضلوا الطريق في موضوع القدر، أرادوا أن ينفوا أفعال العباد عن إيه؟ عن مشيئة الله وإرادته أو عن علمه سبحانه وتعالى. فنحن نقول لا يقع في كونه ما لا يريد. ده من القدر أن تؤمن بأنه لا يقع في كون الله ما لا يريد، أي ما لا يريده كونا، مش قد شرعا. قد يقع في كونه ما لا يريده شرعا لكن يريده قدرا. دي طبعا تحتاج، بمعنى ما يريده الله شرعا أي أن الله يريد من العباد الطاعات والإيمان به وكذا. لكن هل كل الناس سيؤمنوا؟ هل كل الناس سيطيعوا؟ إذن من الناحية الشرعية قد يقع في كونه ما لا يريد شرعا، لكن لا يمكن أن يقع في كونه ما لا يريده قدرا. هنا سر القوة، أن الله عز وجل لا يقع في ملكه أمر هو لا يريده قدرا، فكل ما يقع في الكون هو واقع بشنو؟ بخلق الله بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا علم وعندنا كتابة وعندنا مشيئة وإرادة، ثم أخيرا كل ذلك يترجم في الخلق، أي في الوقوع الحقيقي. يعني العلم يتحول إلى إيه؟ ولله المثل الأعلى. عندنا المعماري الذي يضع الخريطة للبنيان، وعندنا المهندس المدني الذي يحول هذه الخريطة إلى إيه؟ إلى واقع في صورة خلق. فأنت تؤمن بالأولى والثانية والثالثة والرابعة، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كل ما وقع في هذا الوجود بخلقه، الله خالق كل شيء. هذه باختصار شديد مسألة إيه؟ مسألة القدر. هنا طبعا حتى تكون الصورة واضحة، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القدر بهذه المراتب،
جات مشكلة عند البعض في إنه والله حصل تطرف في القدر طائفتين. تطرف في القدر طائفتان. تطرف في القدر طائفتان. طيب، الطائفة الأولى النفاة. نفاة القدر. نفاة القدر هؤلاء منهم من نفى علم الله، قالوا الله لا يعلم الأشياء بالكلية إلا بعد وقوعها. يعني قالوا أفعال العباد والأشياء اللي قاعد تقع هذه الله عز وجل لا يعلمها إلا إيه؟ بعد وقوعها. وفين راحوا الكتاب؟ وهذا الإشكال. لا، هذا الإشكال. هؤلاء طبعا إشكاليتهم نفي العلم، هذا كفر. نفي علم الله سبحانه وتعالى هذا كفر. المجموعة الثانية ما نفوا العلم، قالوا الله يعلم كل شيء، لكن أفعال العباد ما خلقها، يعني ليس هو خالقها، بل العباد هم خالقون لإيه؟ لأفعالهم. فحولوا المعبود والعياذ بالله إلى خالق. يعني أنت حولوك إلى إيه؟ إلى خالق. طبعا هنا ستأتي جدلية إنه أصلا لو لم يضع الله فيك صفة الحركة وصفة القدرة وصفة الإرادة، هل كان يمكن أن تفعل شيء؟ مستحيل. طيب، الله فاعل كل شيء بهذا الاعتبار، أنك لا يمكن لو سحب منك وسلب منك القدرة والإرادة والمشيئة ما استطعت أن تفعل شيء. ولذلك والله خلقكم وما شنو وما تعملون. فعلى مستوى الخلق الله خالق كل شيء. كل شيء. كل شيء، حتى أفعالك من طاعة ومعصية من حيث الخلق لا تقع إلا بإيه؟ بإرادته سبحانه وتعالى، باعتبارها مخلوقة. هنا باعتبارها مخلوقة لا تقع في الكون إلا بإيه؟ فهذه الفئة الأولى. الفئة الأولى التي تطرفت في النفي، فاعتبروا أن الله موضوع القدر لا يعلم ما إيه؟ ما هو كائن إلا بعد إيه؟ بعد وقوعه. والطائفة الثانية قالوا لا، الله يعلم كل شيء، ولكن مشكلتنا في أن العباد خالقون لأفعالهم، يفعلون ما يشاءون. يعني بمعنى أن الله لا دخل له فيما تفعل أنت، ده شغلك. لاحظت؟ ده شغلك. حصيت ولا؟ هؤلاء المعتزلة أرادوا أن يجعلوا الحرية مطلقة، أرادوا أن يجعلوا مشيئة الإنسان مشيئة إيه؟ مطلقة. مشيئة مطلقة. وظنوا بأنهم بذلك حققوا العدل، إنه لما يقال بأن والله لله دخل في أفعالك، يقول هذه ليست عدلا. حصل من أين أوتوا؟ أوتوا بأن والله إذا أنت اعترفت بأن والله في تدخل وقدرة إلهية في أفعالك، معناها أنت لست حرا. ونحن نقول بالحرية إيه؟ المقيدة بطبيعة الحال في أفعال العباد والمشيئة المقيدة. النوع الثاني تاه في الإثبات. عندنا مجموعة تاهت في النفي، نفي القدر، إما أفعال العباد وإما علم الله سبحانه وتعالى. طيب، الطائفة الثانية هم الجبرية الذين قالوا بأن والله الله سبحانه وتعالى يعني أقداره في كل شيء، لدرجة أنهم إيه؟ ما عادوا يعني يتركون للإنسان هامش المشيئة التي أثبتها الله له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يشاء. هذه المشيئة نفسها جعلوها محل إشكال، فاعتبروا بأن الذين نفوا قدرة العباد نفوا تماما أن للعباد قدرة في أفعالهم. أنت ما عندك، أنت عبارة عن كما قال قائلهم رميت به في الماء مقبولا وقلت له إياك أن تبتل بالماء. يعني كأنما الله قيدك وكبلك وما في حركة وما في قدرة، ثم قال لك والله أسمع وأطيع وروح عيش. بينما الأمر ليس كذلك. بينما الأمر ليس كذلك. هذه على كل طائفة الجبرية، سمى طائفة الجبرية، وهم من الطوائف أو من الشائع. الجبرية نفسها، الجبرية دي الجبرية الخالصة، النفي القدرة والاختيار في العباد. ما عندك قدرة ولا عندك إرادة ولا عندك مشيئة ولا عندك أي حاجة. طيب، ماذا تفعلون بالنصوص التي تثبت للإنسان إرادة وتثبت له إيه؟ المشيئة وتثبت له القدرة، ولكن تثبتها له في إطار النظام الكلي. عندك هوامش. يعني مثلا أنا أقول لك الآن عندك القدرة أن تتحرك إلى منطقة الفاتح ب3-4 طرق، ب3-4 طرق، فأنت محكوم بالسياق الكلي اللي هي 4-5 طرق، لكن في ال5 طرق عندك طرق ولا عندك مجال ولا ما عندك مجال؟ عندك مجال. أقدر أروح بالباص، أقدر بالمترو، أقدر تتحرك كما تشاء بأي طريق شئت، فلا تستطيع أن تنفي عن نفسك حرية الحركة. ولكن في نفس الوقت لا تستطيع أن تقول والله أنا عندي المجال أن أخرج من كل ما رسمه المخطط في هذه المنطقة. مش كده؟ الطائفة الثانية هم طائفة الأشاعرة، وهم تقريبا يصنفوا عموما مع الجبرية، ولكنهم قالوا والله يا أخي لا، الله سبحانه وتعالى جعل
قدرة للعباد على أفعالهم ولهم مشيئة ولهم كذا، لكن هذه القدرة وهذه المشيئة لا تأثير لها، فنفوا التأثير، وبالتالي هم عمليا أقرب إلى إيه؟ إلى الجبرية، أقرب إلى الجبرية. باختصار في هذه الجزئية حتى تكون الصورة واضحة فيما يتعلق بالقدر، الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس الإيمان بهذا القدر، وهذا القدر له صلة بأسماء الله وصفاته، وله علاقة بمسائل التوحيد، وبالتالي من أنكر علم الله سبحانه وتعالى وأنكر مشيئته وإرادته يكفر. يعني الذي ينفي علم الله يقول الله لا يعلم ما هو كائن، أو ينفي قدرة الله سبحانه وتعالى، أو ينفي أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فإن ذلك يكفر. ولكن الذين ينفون أحيانا بعض القضايا التي ثبتت بالأحاديث الظنية أو ثبتت بالأدلة الظنية وليست بالأدلة القطعية الثابتة القوية، لأن مسائل القدر نفسها فيها ما هو قطعيات كلية معروفة، وفيه ما هو جزئيات يمكن أن تكون محل إيه؟ محل الاختلاف. فالذي يختلف في بعض الجزئيات في التفاصيل هذا على كل قد يكون متأولا معذورا، لكن القضايا الكلية وخاصة مسألة العلم ومسألة المشيئة الإلهية هذه لا تقبل إيه؟ لا تقبل نعم الاختلاف. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نأتي إلى جزئية الإنسان والقدر. هل للإنسان دور في تحقيق القدر أم أنه محدد كامل بقدرة الله؟ نحن طبعا الآن لو تلاحظ ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو الفعال لما يريد، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ولكنه يفعل ما يفعل بحكمة، ويفعل ما يفعل بقصد أو بما هو خير، ويفعل ما يفعل بما هو حكمة. أفعاله ليست عبثية، ولا يفعل في كونه إلا ما كان خيرا. يعني الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما هو شر محض، هذه حتى تكون أيضا صورة من الصورة الواضحة للناس، لكن قد يكون هنالك يفعل الله سبحانه وتعالى ما هو خير ولكنه مشوب بالشر، على صورة يعني كثير مما نتصوره شر، لكن هذا الشر الذي يكون خلقا من الله سبحانه وتعالى ستلاحظ في طياته الكثير من إيه؟ من الخير. كثير من الخير. فلا يفعل الله شرا محضا، بمعنى لا يحمل في طياته خير. حتى خلق إبليس فإنه يحمل في طياته خير كثير جدا، من خلاله عرف المؤمنون، عرف الصادقون، عرف المجاهدون، عرف المنافقون، عرف الكفار. فستجد أن من حيث الخلق الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء من خير أو شر. طيب نأتي إلى السؤال أنه هل للإنسان دور؟ نحن ذكرنا بأنه هذه طبعا مسألة قديمة، مسألة الإنسان هل هو مسير أم مخير؟ صحيح. يعني بمعنى هل والله للإنسان قدرة على أن يفعل شيء، ولا هذا الإنسان عديم الفائدة لا معنى لوجوده، لن يكون مؤثرا، ما هو مكتوب كائن. نعم. هنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى جمع في الإنسان الخاصيتين، جمع في الإنسان خاصيتين. ذكرنا بأن الملائكة يسيرون في الحتميات والطبيعة تسير في الحتميات. هنا مقولة سبحان الله جميلة جدا لعلي عزت بقوفيتش، يقول للطبيعة حتمياتها وللإنسان قدره. الطبيعة حتمياتها وللإنسان قدره، فكأنما منظومة القدر هنا منظومة إيه؟ منظومة متحركة. فيقول مثلا أنت تخطط في حياتك تخطيط شامل لمدة 20 سنة، بعد 20 سنة لما تقف على جملة ما خططت ستلاحظ بأن الذي نفذته مما خططت 20%، وسرت عليك 80% أشياء لم تكن تريدها. تقديرات جرت. هذه ال 80% لو سألت نفسك ما الذي جرى فيها؟ جرى فيها علم الله سبحانه وتعالى وقدره وقضاؤه وما أراده الله بك، دون أن يكون لك فيه إيه؟ فيه دخل. طيب إذا باختصار هنالك قضايا الإنسان لا دخل له فيها ولا يملك فيها حق الاختيار. فأنت لا تملك مثلا مكان ميلادك، ولم تكن تملك اختيار والديك، ولم تكن تملك لحظة ميلادك، ولم تكن تملك المكان الذي تولد فيه، ولا تملك الوطن الذي أيضا ولدت فيه. هذه كلها لم يكن لك فيها خيار. ربما كثير من الناس لو خير بأن والله هذه المسألة ماذا أفعل فيها سيقول لك والله كان لي رأي آخر. صحيح. طبعا بهذه المناسبة بعض الناس سبحان الله الغربيين الآن لتوهانهم في الحرية بدأوا يقولون والله يا أخي يرفع دعوة ضد والديه، يقول والله أنا الوالدين ارتكبوا في حق جريمة،
لماذا كيف جربوا؟ ارتكبوا في حق الجريمة؟ يقول والله لو كان لي الخيار ما خرجت أصلا إلى هذا الوجود وما كان يتحمل هذه التبعات، وبالتالي أجرموا إيه في حق الوالدين. لاحظت؟ هؤلاء طبعا لما تنحي الإيمان سبحان الله والتسليم بأقدار الله، وأن جزء كبير مما أنت فيه ليس لك فيه الخيار أصلا، فنحن في بعض جوانبنا عبيد لله اضطرارا. عبيد لله اضطرارا في بعض جوانبنا، يعني كثير من الأشياء لسنا فيها أحرار، إنما تجري فينا أقدار الله سبحانه وتعالى، فموتنا وحياتنا وشقاؤنا وسعادتنا وأمور كثيرة جدا في الحياة تجري علينا، ولو اختير كل واحد منا أن يختار يقول لك لا اخترت شيء، ولكن تسري فينا أقدار. ففي هذا الاتجاه نحن تجري فينا الأقدار اضطرارا، أي مضطرين، كما أن الطبيعة تسري فيها نواميس، نحن أيضا تسري علينا إيه؟ نواميس. وهنالك مساحات الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان فيها إيه؟ حركة، مساحة الحركة، جعل فيها مساحة الحركة. وبشكل عام كما يقول عبد القادر الجيلاني، يقول الناس إذا أقبلوا على باب القدر توقفوا إلا أنا، فإنه فتحت لي منه روزنة فصرت أنازع أقدار الله بأقدار الله. طبعا دي جملة قوية، وربما تاه فيها المفسرون، بعضهم حاول حتى يكاد أن يخرج الرجل من الإسلام بأنه كيف ينازع أقدار الله بأقدار الله. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال كل ما يجري ما يفعله الإنسان هو أصلا هروب من قدر الله إلى قدر الله، فرار من قدر الله إلى قدر الله، معالجة قدر الله بأقدار الله. فأنت جاءك مرض تسعى إلى الاستشفاء، جعت تسعى إلى أن تأكل، عطشت تسعى إلى إيه؟ تشرب، إلى أن تشرب. الحالة الأولى قدر والحالة الثانية قدر. وقع بلاء في منطقة ما، صحيح، تهرب إلى منطقة أخرى. جاءتك أمطار تذهب منها إلى مناطق الظلال، جاءت حر جاءت إلى مناطق الظل، وهكذا. فالإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على الحركة، وهذا نوع من إيه؟ من الاختيار. أعطاه القدرة على الحركة في إطار مساحات الأقدار، في إطار مساحات إيه؟ أقدار الله سبحانه وتعالى. فلم يجعلك الله سبحانه وتعالى مثل الطبيعة التي هي تسري اضطرارا لا مجال لها. الشمس الآن ليس لها إلا أن تخرج من المشرق وتغيب وهكذا، حركتها حركة مستمرة. اليوم الذي تعود فيه معناها القيامة إيه؟ قامت. الدنيا كلها انتهت الدنيا. لكن بالنسبة لنا لا، ممكن ببساطة شديدة جدا اليوم سلكت الطريق الأيمن، اليوم الثاني تسلك الطريق الآخر وهكذا. فهنالك مساحات يمكن للإنسان أن يساهم فيها، ولكن كل ذلك في إطار إيه؟ لا يعني أنك والله في إطار اختيارك أنك بعيد عن القدر، أنك بعيد عن القدر. زي الطريق الرباعي اللي قلت لك إنك أنت ماشي بأربع طرق. من الذي وضع لك هذه الأربع طرق؟ الله سبحانه وتعالى. مثلا نضرب مثل آخر، أنت الآن عندك القدرة، وعزابي طبعا، عندك القدرة أن تتزوج في إطار 3 مليار 4 مليار امرأة. لاحظت؟ معناه عندك المساحة لأنك إيه؟ اختيار. في الاختيار. ولكن من ضمن الاختيار، ولكن في نهاية المطاف أنت لن تتجاوز 3 مليار امرأة، هذا هو المتاح لك. لاحظت؟ لكن لما تكون بحثت عن 3 مليار، قليلة ولا كثيرة؟ قليلة، كثيرة مش كده؟ لكن هل تقول والله أنا استطعنا أخرج عما كتبه الله لي؟ مستحيل. فأنت في نهاية المطاف صحيح أعطاك الله مساحات الاحتمال، النظرية الاحتمالية عندك واسعة، لكن في النهاية أيضا لم تخرج عن أقدار الله تبارك وتعالى. وبالتالي الإنسان يجمع ما بين التسيير إيه؟ والتخيير. ولذلك جاءت الشريعة. لو كان الإنسان مجبرا ولا قدرة له على شيء ما كانت الشريعة لتقول لنا إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا البيت جاهدوا في سبيل الله. يا رب نحن ما عندنا قدرة، نحن مسيرون، مش كده؟ ولا قال لنا والله اتركوا المحرمات، أنه كان ممكن نحتج بأنه والله كيف تأمرنا بترك المحرمات ونحن إيه؟ ما عندنا شيء. لا، واضح جدا أن المنظومة الكونية لو استوعبها الإنسان يدرك تماما أن عنده هوامش إيه؟ هوامش للترك وهوامش وبالتالي وفق هذا أنت مسؤول، لأنه لا يمكن أن يرتب الله عليك المسؤولية وأنت ما لك فاعلية أصلا فيما تقوم به وما تزر. جاءني سؤال هنا شيخنا. نعم. الأفعال السيئة التي يفعلها الإنسان في ضمن مفهوم القدر. نعم. وأن الأقدار كلها سارية. نعم. كيف يتحمل مسؤولية الأفعال السيئة؟ يتحمل مسؤولية الأفعال السيئة باعتبار أنه صاحب القرار فيها وليس صاحب الخلق.
صاحب القرار. صاحب القرار، يعني أن يقع هذا الفعل عندك القدرة أن تقول لا أو نعم. لست مجبر هنا. لاحظ هنا، لكن سواء اخترت ألف أو اخترت باء فهو كله في القدر. لن يقع إلا بخالقية الله. وضحت؟ يعني أنت الله عز وجل يقول لك والله اسلك الطريق ألف أو الطريق باء، لكن في نفس الوقت يقول لك والله بعد أن تتخذ القرار لا تستطيع أن تسلك ألف أو باء إلا بإيه؟ بمشيئتي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب الشق الآخر من الحديث شيخنا، كيف ممكن أن نعرف الخير من منظور الإسلام أولا، وكيف ممكن الإنسان أن يسعى لتحقيقه؟ تكلمنا يعني ممكن بإيجاز بسيط عن الشر. نعم. فالآن عن الخير. طبعا يعني الفلاسفة أو الإسلاميون منهم بالذات يتكلمون عن أن الله سبحانه وتعالى كلي العلم وكلي الخير. كلي العلم وكلي الخير، بمعنى أن كل خير مصدره الله. كل خير مصدره الله، وكل علم مصدره إيه؟ مصدره الله سبحانه. ولا يصدر عن الله إلا الخير. والخير هو ما فيه إيه؟ ما فيه منفعة وصلاح. والشر ما فيه إيه؟ ضرر وفساد. باختصار يعني الشر فيه ضرر وفساد، والخير فيه منفعة وصلاح. طيب، كل ما فيه منفعة للإنسان أو منفعة للوجود وفيه صلاح للإنسان أو فيه صلاح للطبيعة والكون، فهذا يسمى إيه؟ يسمى خير. يسمى خيرا. كنتم خير أمة أخرجت للناس أو يدعون بالخير. أيوة، بالخير. فنحن أمة خيرة وندعو إلى الخير، أي أننا أمة تسعى إلى صلاح البلاد والعباد وتحقق المصالح الدنيوية وتحقق المصالح الأخروية. لكن في إطار مسألة الخير ومسألة الشر، هنالك ما هو خير يعرفه الناس فطرة. يعرف الناس فطرة أن هذا خير وهذا إيه؟ هذا شر. وهنالك خير يعرفه الناس عقلا، فبالعقل يفهمون أن هذا خير وهذا إيه؟ شر. ولكن هنالك من الخير ما لا يعرفونه إلا بالوحي. هنالك من الخير ما لا يعرف إلا إيه؟ بالوحي. ولذلك كثير من القضايا البشرية والأشياء التي الآن ناس يختلفون فيها، مثلا يعني الآن نأتي إلى لاحظ كيف أن ما نحن فيه الآن من بلاء عظيم حول قضية المثلية. هم يقولون والله يا أخي ما فيها مشكلة. إيش الإشكال إنه رجل يقول لك وأنثى. خلاص، ما هو انطمست عنده بصيرة الفطرة وانطمست عنه بصيرة العقل، وجعل الحرية مرجعيته، لأنه حتى العقل لم يعد بالنسبة له مرجعية، صارت حريته مرجعيته. حرية شخصية. حريته الشخصية هي المرجعية. فهنا تأتي الإشكالية. ففي قضايا الخير التي من هذا النوع لا مجال لأن يكون البشر هم الحكام فيها، لا بد فيها من وحي. فكثير من القضايا يعني الآن مثلا أنت والله حتى قضية إنه والله التبذير والإسراف وكذا، كثير من القضايا أنت والله تقول لي هذا خير، أنا أقول لك ما خير. نختلف في هذا الموضوع، لا بد لنا من ضابط، لأنه خلاص قيمة الخير عندي وعندك لم تكن إيه؟ نظرة شخصية. أيوة. فلما تتحول الأمور الخيرية مسألة الخير إلى مسألة نسبية بحسب نظرات الناس، لا بد فيها من فاصل إيه؟ فاصل قاطع، وهو أن يكون الحكم من خارج البشر. فهنالك الحكم بالخير على الأشياء تأتي من الله سبحانه وتعالى، فيقول لنا والله مثلا حرمت عليكم الميتة مثلا، هذه حرمها بالوحي. لو جينا الآن لو يكون هنالك وحي ممكن واحد يقول شنو الميتة، وين المشكلة؟ شنو الخنزير، وين المشكلة؟ الآن مش موجودة بهذا الشيء. فتجد أن هذه المساحات التي يأتي فيها الوحي بأن يقول لنا هذه فيها طيبات فكلوها، وهذه خبائث لا تقربوها، هذه فيها منافع، هذه فيها مفاسد. الآن مسألة الربا، النظرة الأولية يقول لك والله البيع مثل الربا، وين المشكلة؟
بينما الله يقول لك أحل الله البيع وحرم إيه؟ الربا. وحرم الربا. فهنا القضايا التي يكون فيها مفهوم الخير نسبي ويختلف الناس فيه لا بد فيه من وحي، من ضابط. لا بد من ضابط، والضابط هنا هو فكل ما أمر الله به خير، كل ما أمر الله به خير، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه شر. في الصورة الكلية كل ما نهى الله عنه شر وفساد، وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به خير وصلاح، الصورة الكلية لمسألة الخير ومسألة الشر. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، كيف ممكن أن يتغير القدر؟ طيب، موضوع الأقدار دي الحتة اللي فعلا مهمة جدا. هنالك أقدار حتمية لا تتغير، مثلا الموت حتمي لا يتأخرون فيه ساعة. لا خلينا الآن يتأخرون دي. الموت كموت حتمي، كفعل كذاته. الموت في ذاته يعني قضى الله سبحانه وتعالى أن البشرية كلها ميتون. ميتة، إنك ميت وإنهم ميتون. انتهينا كده. طيب، الأرزاق قضى الله سبحانه وتعالى أن كل كائن حي مرزوق، كل كائن حي مرزوق. طيب، في إطار الحتميات ما عندنا مجال نغير أبدا، عندك مجال، لكن في إطار المسببات عندك المجال للتغيير. طيب، مثلا الله سبحانه وتعالى جعل هذه النفس البشرية الموت حق وحتمي، آت لا محالة، آت لا محالة، لكن سماه الله سبحانه وتعالى كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. طيب، هل يمكن أن نقول بأن والله البشر يعملون في تأجيل الموت ولا يستطيعون إنهاءه؟ نقول يمكن أن يعملوا في تأجيله، بمعنى في المساحات المسببة في إطار الله سبحانه وتعالى سمى لنا كتاب الموت وكتاب الحياة. في إطار كتاب الموت في حتميات وفي متغيرات، أنت تستطيع أن تعمل في إطار المتغيرات. فمثلا لو قللت الحروب فإن نسبة الحياة تزيد، لو قللت الأمراض فإن نسبة الموت تقل، والناس ممكن إيه؟ تزيد أعمارهم. فهنا ستتعامل مع المسألة وفق كتاب، لاحظت؟ وفق كتاب. فزدت من عوامل الحياة في المجتمع سيعيش، زدت فيه من عوامل الموت سيكثر. هذا في الجانب المادي. فالمجتمع الذي غذاؤه نظيف وعلاجه ما شاء الله يعني مجتمع راقي جدا من حيث نسبة العلاج، والمستشفيات على أحسن ما يكون، والضمانات ما شاء الله الطبية عالي. أحسن ما يكون عالية جدا، يمكن الأعمار فيه تصل إلى 90 سنة. أعماره تصل إلى إيه؟ بفعل المسببات. فعل المسببات. لكن في النهاية هل سيموتون أم لا يموتون؟ سيموتون، مش كده؟ إذن الموت حتمي، الموت حتمي، لكن الحياة متاحة حتى تصل إلى إيه؟ إلى آخر. لذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الأجل في سورة الأنعام ذكر أجلين. ذكر إيه؟ أجلين. ذكر الأجل الأول قال وأجل مسمى عنده، فكأن في أجل حتمي وفي أجل آخر. الأجل الآخر هو الآجال المسببة. إذا استطعت أن تسعى إلى المسببات انتقلت إلى الأجل الثاني، ما ذهبت إلى المسببات ستعيش في الأجل إيه؟ في الواقع. الأجل الأول. طيب، أجيك في الجوانب الأخرى، جوانب غير مرئية. يعني مثلا الآن دي الماديات، مش كده؟ دي الماديات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجموعة من الأشياء تقلل العمر، تقصر الأعمار ولا تطيلها. هنا أنا طبعا أؤمن بأن الإطالة إطالة حقيقية وليست مسألة بركة ما بركة. بعض الناس يقولوا والله هي بركة فقط، يعني هي عبارة عن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في عمره، أن يبارك له في عمره وينسأ له في أثره فليصل إيه؟ فليصل رحمه. هنا حصل الخلاف، هل هو والله زيادة وتأخير حقيقي، بركة حقيقية، ولا بركة في العمر المحدد؟ في النفس عندي 50 سنة يبارك لي فيها. الصحيح أنه والله في زيادة. فإذا وصل الشخص رحمه ستكون في زيادة، ففي نسبة زيادة بإيه؟ بصلة الرحم.
في نسبة زيادة بحسن الخلق، دي كلها في الأعمار. في نسبة زيادة بحسن الجوار. تصور يعني الرجل الذي يكون حسن الجوار مع جيرانه يطيل الله له ايه؟ في عمره. في إطالة العمر بترك الفواحش. فالذي يقع في الزنا ليس كالذي لا يقع في الزنا. أعمار الذين يقعون في الزنا، وهذه الآن ليست مرئية، لاحظ الآن أنا لا أتكلم عن حاجة مادية محسوسة، صحيح. إنما هي أقدار الله كتبها هكذا، إنه والله في منظومة في إطار قانون الموت، في أشياء مادية وفي أشياء غير مادية، وكلها تعمل وفق إيه؟ قدره. ما في يدنا الآن، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لك والله أنت داير يطيل عمرك تبغى كده تبغى كده. فأنت إذا أردت في إطار الأشياء المسببة والمعلقة بأسبابها عندك القدرة. في إطار الأرزاق، نجي للأرزاق، وإن شاء الله ما تكون المسألة مشوشة على المشاهدين، يعني ربما بعض الأشياء قد تكون جديدة على الناس. ما أنت الآن واحد يقول لك والله يا أخي الرزق مكتوب، طيب مكتوب، لكن هل هذا الرزق المكتوب يحتاج منك حركة ولا ما يحتاج حركة؟ إلا يحتاج منك تتحرك الصباح، يحتاج تجتهد، يحتاج تبحث، يحتاج تطور نفسك، مش كده؟ قدراتك، تبحث عن من مكان إلى مكان أفضل. لو لم يكن هنالك إمكانية في تحسين الأرزاق، هل كل ده مطلوب؟ مستحيل. في الأرزاق كما عندنا أيضا الحتميات في الآجال، عندنا الحتميات في الأرزاق، وعندنا المسببات في الأرزاق. فأنت في إطار المسببات في الأرزاق ستأكل وتشرب حتى لو لم تعمل، أكلك أبوك، أكلك أخوك، نادوك الجيران، المهم الأكل الحتمي أو الرزق الحتمي سيأتيك. الرزق الحتمي إيه؟ سيأتيك وتعيش ما كتب الله لك من العيش في إطار الفترة الحتمية. لكن في إطار الأرزاق المسببة لابد تبذل أسبابها. فمن جد واجتهد وتعلم وطور قدراته وغادر البلاد ليهاجر من مكان ضاقت فيه الأرزاق إلى مكان اتسعت فيه إيه؟ أرزاق. هؤلاء كله يدخل معنا في الأرزاق إيه؟ الأرزاق المسببة. فنحن في إطار الأرزاق المسببة نستطيع أن نغير واقعنا، وفي إطار أيضا الآجال المسببة نستطيع أن نغير من واقعنا. وبالتالي إذا استوعبنا ما بين الحتميات والمتغيرات فإن مساحة المتغيرات يمكن للإنسان أن يعمل فيها الكثير، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة، وفي الختام دائما نقول: اللهم كن معنا حين يحضر الكل، وكن معنا حين يذهب الكل، أنت ولينا ولا ولي لنا غيرك. دمتم سالمين. الله